واش فراسك بلي التليفون اللي فيه ولدك دابا يقدر يخوي لك الكونت بونكير ديالك في دقيقه؟ القضيه ما بقاتش مجرد لعبه في التليفون، ولكن القضيه ولات فيها القرصنه، البيراطاج، وفيها فلوس صحيحه كتضيع. مؤخرا الدنيا مقلوبه في المغرب وبرا المغرب، ودول كبار بحال تركيا اللي قرروا انهم يحبسوا اللعبه ديال روبلوكس، حيت من غير الكونت بونكير اللي يقدر يخوى ممكن ولدك اولا بنتك الاخلاق ديالها تفسد، وهذا الشيء بسبب الوحوش اللي عندهم 40 عام 50 عام اللي كيدخلوا اللعبه وفيهم الفيس باش يدويو مع الدراري الصغار. علاش هذا الشيء كامل؟ وعلاش الحكومه المغربيه كتفكر انها تحضر هذه الالعاب؟ واش بصح هذه الالعاب خطيره لهذه الدرجه او لا غير اشاعات؟ في هذا الفيديو غادي تفهموا هذا الشيء كامل وشنو هو الحل، وغنوريك كيفاش كتم الاختراق ديال الهواتف د ولادكم، وكيفاش هاد الالعاب ولاو بلاصه اولا دار الطعاره حاشاكم اللي فيها ولادكم كيتعرضوا اولا كيسمعوا شي حوايج اللي ما خصهمش يشوفوها او اللي يسمعوها. قبل ما نكملوا دير لايك للفيديو اولا بارطاجيه باش يطلع لكل اب وام، وكيف العاده باش تفهم كلشي كمل الفيديو حتى الاخر. مشينا. لطالما اثارت مخاطر الالعاب الالكترونيه الجدل بسبب تاثيرها المباشر على الاطفال والمراهقين، ما ادى الى تقييد اوقاتها في الصين وحظرها في دول اخرى مثل عمان وقطر. الخليج فقد فرضت قطر امس حظرا على لعبه روبلوكس بشكل نهائي لحمايه الاطفال والمراهقين من مخاطر اللعبه وسلوكياتها السلبيه، وقبلها سلطنه عمان اتخذت ذات القرار لحمايه الاطفال والمراهقين من المخاطر الرقميه المحتمله. نبداو اول حاجه باللعبه ديال روبلوكس اللي الاغلبيه كيصحاب لهم باللي راها غير لعبه عاديه ديال المربعات كيتحركوا صافي، ولكن الحقيقه اللي كتصدم هي ان هذه اللعبه ولات جنه ديال الهاكرز وديال النصابه وديال الناس الخايبين. تخيل معايا ولدك جالس في بيته بوحدو هاز تليفونه وداخل شي ماب في هاد روبلوكس، وكيتلاقى مع واحد السيد مجهول اللي هو ما كيعرفوش اصلا، وممكن هو يقدر تكون عنده 40 عام و50 عام، وكيقول لولدك الا بغيتيني نعطيك الفلوس اولا العمله ديال روبلوكس اعطيني واحد الكود دابا غادي يوصلك. هنا فين المصيبه كتبدا. الدري مسكين صغير على نيتو ما عرف كاع داك الكود لاش كيصلاح ولا راه ممكن ياديه وكيعطي ليه، والسيد اللي داخل معاه في الماب ولعب معاه من جهه اخرى جالس كيبقى يشفر ليه في الحسابات. ولكن هذا الشيء ممكن نقول له غير شويه ممكن يضيعوا لك غير الفلوس، ولكن اجي تسمع معايا الماكفس. كاينين واحد النوع ديال الناس كبارين في السن كيدخلوا وسط هذه اللعبه غير باش يصيدوا الدراري الصغار. كيقول لي مثلا الا بغيتي نصيفط لك شي هديه وسط اللعبه، شي سكين جديد شي حاجه، صيفط لي تصويرتك لابسه هادي، اولا بنتي يقول لها صيفط لي تصويرتك دايره بحال هكا. المهم راكم فاهمين شنو كنقصد وشنو باغي نوصل. وكيبداو دوك الناس الخايبين يطلبوا من وليداتكم تصاور اولا معلومات خطيره، وهذا الشيء علاش الدوله ديال تركيا كانت هي اول دوله غادي تسد على هاد الالعاب، وقالت لهم مباركه من هذا الشيء، ودارت حمله كبيره باش الوالدين يوصلوا هذا الميساج باش ما يخليوش وليداتهم يلعبوا داك الشيء، حيت اول حاجه ولات خطر ديال الامن الرقمي على ولادكم وعليكم. ندوزو دابا للمصيبه الثانيه واللعبه الثانيه اللي هي فري فاير. هنا المشكل ماشي في اللعب، ولكن المشكل هنا كيكون في الجيب وفي الادمان ديال ولدك الصغير، حيت العقل ديالو كيخسر. الشركه اللي مصايبه هذه اللعبه ما مصايبهاش كلعبه عاديه وصافي، ولكن فيها جانب نفسي للدراري الصغار. كيخدموا بواحد التكنولوجيا ذكيه وعاليه بزاف اللي ممكن تحكم في المشاعر د بنادم باش يخليو عقلك اول حاجه مدمن على اللعبه، وديما عقلك ما مرتاحش الا خسرتي الجواهر اولا الدياموند هي العمله اللي كاينه في هذه اللعبه، هي باش كيشريو الدراري السكينات والسلاحات وداك الشيء كامل. وشحال من اب فاق في الصباح ولقى الكونت ديالو خاوي، وملي قلب لقى ولدو هز ليه كارت بانكير وخسر اكثر من 2000 ولا 3000 درهم. وهنا فين كنوليو نهضروا على التهديد على الامان المالي ديالكم. الدراري ولاو كيسرقوا كيكذبوا وكيهملوا قرايتهم وغير باش يشحنوا الكونط ويجيبوا السكينات ويتباهوا على صحابهم. يعني انت كأب ما بقاتش عندك غير مشكله تربويه وصافي، ولكن ولات عندك مشكله ماديه تقدر تخرج عليك ما بين ليله ونهار. دابا السؤال اللي كيسولوه بزاف منكم، واش الحكومه غادي تسد على هاد اللعب؟ والا جاب الله كاع الدوله قررت انها تسد وتحضر هاد الجيمز، واش هاد الشيء كافي؟ خصنا نعرفوا اول حاجه باللي الدراري والبنات ديال هاد الزمان طالعين مطورين بزاف، حيت راهم تزادوا وكبروا مع التكنولوجيا وكيعرفوا كيقدروا انهم يدخلوا الفي بي ان ويلعبوا اللعبه واخا تكون الدوله اللي هما فيها سادينها. يعني واخا الحكومه المغربيه تسد على هاد الالعاب، الدراري الصغار ذكيين وغادي يلعبوها. يعني شنو هو الحل الحقيقي باش تهني راسك؟ حيت الدوله ديال تركيا سدات على هاد الالعاب، ولكن الوالدين باقي كيتشكاو من ولادهم كيقدروا يدخلوا يلعبوا. الحل ما كاين في الدين حتى شي واحد اخر من غيرك انت كأب او لا ام. دابا ولاو كاينين تطبيقات ديال الحمايه اولا الرقابه الابويه بارينتال كنترول، وكاينين فابور تقدر تشارجيهم في تليفونك وتليفون ولدك وتليفون بنتك بحال جوجل فاميلي لينك. يعني بهاد لي زابليكاسيون تقدر تخلي التليفون لولدك ولكن تكون كتراقبوا ليه 24 ساعه على 24 باش اول حاجه ما تحرموش من التكنولوجيا اللي الا ما عرفش ليها غادي يكون امي في هذا العصر وفي
هذا الزمان، لان الامي دابا هو اللي ما كيعرفش التكنولوجيا، وفي نفس الوقت راك مراقب وحامي ولدك من مساخيط الوالدين اللي فيهم الفيس ديال الدراري الصغار. بحال هاد لي زابليكاسيون ديال الحمايه اللي كيخليوك تشوف التليفون ديال ولدك، كتعرفوا شحال دوز ديال الوقت في اللعب وانت في خدمتك وهو في الدار، كتمنعو يشارجي اي لعبه او الابليكاسيون التليفون بلا الموافقه ديالك، والاهم كتبلوكي ليه لا كارت بونكير وما يقدرش يخلص بتليفونه. بطبيعه الحال باش ما تصدمش في الاخر الشهر يقول لك راه خسرت 4000 درهم ولا 5000 درهم على شي سكين فري فاير. الخوت خصنا نعرفوا اول حاجه بلي التكنولوجيا زوينه وزوينه لوليداتنا، ولكن في نفس الوقت كتعتبر سم. حنا ماشي ضد اللعب في التليفون ونعقدوا وليداتنا وما نخليهم يديروا والو، ولكن حنا ضد ان الوليدات يكونوا ضحايا. كيكون بزاف ديال النصب الالكتروني والاستغلال، وبزاف ديال الناس عاطيين لوليداتهم التليفونات بدون مراقبه، ما عارفينهمش كاع شنو كيديروا بوحدهم في بيتهم في التليفون ديالهم في العالم ديالهم. وانت كأب او لا ام بغيتي تاكد من هاد الهضره اللي كنقول لك، شارجي اللعبه ديال روبلوكس ودخل شي ماب فيها وشوف الكميه ديال الوليدات الصغار اللي كاينين تما، وما تسناوش من الدوله وتعولوا عليها تربي لكم ولادكم 100%. واللي كنشوف انا الدوله خصها ديرو هي دير شي حمله كبيره بزاف على التنبيه هاد الامور، حيت راه حنا كندويو على جيل مستقبلي، تهديد لوليداتنا، تهديد للمغاربه الجداد. كنشوف بلي الحل هو ان الدوله دير واحد الحمله اعلاميه او لا برامج بزاف اللي كتوعي فيهم الوالدين على هاد الامور، بحال كيف ما كانوا كيوعيو الوالدين على الكارو البليه وكذا، خصهم يوعيو الوالدين دابا على البليه الحاليه اللي هي هاد الالعاب، بليه اللي كتدمر العقول والجيوب اكثر من المخدرات. يعني حتى هاد الالعاب فاش كيوصلوا لواحد المرحله فراه حتى هما كيتعتبروا مخدرات وادمان، وهذا الشيء هو اللي ما عارفينوش بزاف ديال الوالدين، وكيقول صافي خليه تما يلعب بلا ما يبرصني، ولكن ما عارفش باللي الدماغ ديال ولده كيتدمر. الوالدين نتوما اللي خصكم تكونوا الرقيب الاول. قبل ما نعطيكم السؤال ديال الحلقه بغيتكم ضروري تبارطاجيو هذا الفيديو وديروا ليه لايك باش يطلع لبزاف ديال الناس باش يوعوا. ودابا السؤال اللي بغيت كلشي يجاوبني عليه في التعاليق، واش انت مع الحظر النهائي لهذه اللعبه في المغرب او لا كتظن باللي المراقبه ديال الوالدين هي الحل الامثل؟ جاوبني لتحت وبارطاجي الفيديو باش نوعيو بعضياتنا. كيف العاده كان معكم اوتي، لكن انت كتفرج فيا اول مره في يوتيوب خلي معك واحد سبسكرايب. كيف العاده تشاو.